المغربية الآن أعلنت وزارة الداخلية أنها قررت مقاضاة الأستاذ محمد زيان المحامي والمنسق الوطني للحزب المغربي الحر من خلال تقديم شكاية أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، وذلك على خلفية ما قالت أنها تصريحات واتهامات خطيرة أدلى بها في حق مؤسسة وطنية. معي في هذا السياق مشاهدينا الكرام من الرباط الآن الأستاذ محمد زيان المحامي والمنسق الوطني للحزب المغربي الحر. أستاذ محمد زيان، أهلا بك ومرحبا، شكرا جزيلا لك على تلبية هذه الدعوة. ما حقيقة هذه الشكاية بحقك وما تعليقك عليها؟ على كل حال ماذا سأقول لك؟ لا أحد فهم البلاغ أو الخبر الذي صدر عن وزارة الداخلية، ولكن اسمح لي أصحح. وزارة الداخلية في بلاغها لم تقل أن سجلت شكاية ضدي، لأن لها الحق في أن تسجل شكاية ضد من تشاء إذا كانت مبررة وتتحمل المسؤولية إذا لم تكن مبررة. وزارة الداخلية قالت بأن قامت بتفعيل المتابعة القضائية في مواجهة محمد زيان. معنا بالفرنسية ماشي إلى بورتي بلان، إلى ديكلانشي لي بورسويت، قامت بتفعيل المتابعة، بمعنى هذا أن هذا اعتراف علني ودولي ومكتوب وعالمي أن وزارة الداخلية هي التي تسير القضاء في المغرب وليس القضاء، فالمتابعة من اختصاص القضاء وليس من اختصاص الإدارة. فهذا لم أفهم. هذا يقول وزير الداخلية قررت متابعتك. وزير الداخلية كل ما يمكن أن يفعل وأن يسجل شكاية. إذا النيابة ما أرادت أن تحلها إلى البحث أو التحقيق فهذا أمرها، ويمكن أن تقوم بحفظها أو أن تسجل شكاية أمام قاضي التحقيق. إذا النيابة العامة رفضت، لكن لا يمكن أن يفعل أن قررت وزارة الداخلية تفعيل المتابعة القضائية. طيب، أين نحن؟ يعني فيه من وجهة نظرك تداخل للسلطات ما بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية. الداخلية سيد محمد زيان، وأنت تابعت ذلك، تقول إن اللجوء للقضاء نابع من واجبها الدستوري، وإن الشكاية مؤسسة على وقائع مادية تمت خلالها مهاجمة مؤسسات الدولة عبر الترويج لاتهامات وادعاءات باطلة تقع تحت طائلة القانون الجنائي. تعليقك على ذلك؟ ما جملة مفيدة ولكن لا تعني أي شيء. لا، جملة مركبة جميلة فيها كثير من الغناء ومن الشعر، ولكن لا تفيد أي شيء. ما هي هذه المؤسسة أولا، وما هي هذه الأفعال، وأين تكتسي الخطورة؟ لا أدري بكل صدق. أنا قرأت البلاغ فلم أفهم أي شيء. أنا أقول لك أن الدول التي الإدارة أو الحكومة تحرك المتابعات هي عند هتلر، عند موسوليني، عند ستالين، عند صدام حسين، وأتأسف لصدام حسين، عند حافظ الأسد، لربما عند القذافي في ليبيا في عهدهم. لكن أن تقول في المغرب في القرن 21 أن وزارة الداخلية قررت المتابعة، هذا كافي للقول بأن الذي كتب هذا البلاغ أو هذا الخبر لم يكن يعلم ماذا يكتب وماذا يقوله. وثانيا أنا لم أكن أعرف بأن الدستور يلزم المتابعة أو يسمح بالمتابعة. الدستور يضمن حقوق للمتهم، للمشتكي، للأطراف، ولكن لا يلزم بالمتابعة. فلا أدري ماذا يعني هذا أن واجب دستوري، يتكلم عن واجب دستوري في المتابعة. هذا أول مرة نسمع في العالم، في الإنسانية جمعاء، أن هناك واجب المتابعة. لم أكن أعرف أن هناك واجب المتابعة. أستاذ زيان، نعم، اسمح لي سأتحدث معك بكل صراحة، وهنا واجبنا أيضا من خلال هذه المداخلة أن نرد إن كانت هناك أخبار زائفة، أن نرد عليها. ثمة صحف يعني لديها جانب كبير من المصداقية
تحدثت عن مسألة أنك اتهمت المديرية العامة للأمن الوطني، واتهمت أفرادا بعينهم بتسريب فيديو وصف بأنه جنسي. ما حقيقة هذا الأمر لو سمحت؟ أولا الفيديو نشر وبث، فهو موجود إذا أردت أي فيديو لو سمحت حدثنا عنه. فيديو يدعي أن امرأة تمسح لي ظهري بعد خروجي من الحمام، لكن هو الفيديو يقدم ظهري ردائف ولا رداف ولا كيف يقلوا وليس وجهي، والسيدة غير مضبوطة. وفي الواقع هو أنه هذا الفيديو حسب ما وصلت عليه الحقيقة أنه الضابطة وهيبة هي التي كانت في فندق في الرباط، وجابت الحجة أن الغرفة التي في الفيديو هي غرفة في فندق هو فندق دولي في الرباط، وهي تتهم عبد اللطيف الحموشي ولا شيء من القبيل اسمه، وهو المدير العام الأمن الوطني. لا مش هو الآن الأمن الوطني، ولكن في ذلك اللحظة كان مدير أظن المراقبة الترابية. الحزب بعدما رأى كل ما يجري عبر العالم من اعتقالات، توفيق ب20، الرادي المعطي، منجب، عمر الرادي، سليمان الريسوني، لما سمع ما وقع لهاجر الريسوني لعفاف البرناني، وبعدما استمع لزميلتنا الضابطة وهيبة، اقتنعت أن هناك شرطة سياسية، فقامت بنشر بلاغ. أنا أتحمل مسؤوليتي، وأنا متفق مع البلاغ أنه لا يمكن في القرن 21 في دولة مثل المغرب أن تكون لديها شرطة سياسية. هذا موقف، هذا رأيي، هذا حقي أن أطلب بحل شرطة سياسية لا تصلح لأي شيء، وكل ما تقوم به هو بث أشياء من أصل جنائي. تصور امرأة في فندق لمدة يومين، ثم تركب أو لا تركب. هذا أمر بالنسبة لي ثانوي، لأن الأهم هو دخلت في الحياة الشخصية للإنسان وقمت بنشر وبتوزيع وبتسجيل منذ 2 وأنت تستعمل هذه الوسائل الدنيئة للضغط على السيدة لأنها ضابطة ولم تقبل التنازل عن شكاياتها من أجل التحرش ومحاولة اختطاف ابنتها، وهي ضابطة من الشرطة والآن موجودة في سان فرانسيسكو، اضطرت الهروب من المغرب. أن تقول لي بأن هناك شخص محكوم عليه ب15 سنة سجنا لأنه قيل له بأنه كان يتاجر في البشر، وهناك فيديوهات إباحية فيما يخص توفيق ب20، هذه كارثة. طيب. هذه كارثة. هناك لدينا حجة أنه نحن نسأل من سجل الفيديو، أو من أعطى الفيديو لشوف تيفي، ومن سمح لشوف تيفي بنشرها، ولماذا لا يقع تدخل حكومي أو رسمي لفتح تحقيق قضائي مع تشوف تيفي. طيب. أنا لا يهمني أن تبث جسدي إن أرادوا. هذا لا يغير شيء في كوني سأطالب دائما في معرفة من سجل ومن بث ومن قام بهذه الفضيحة. هل هذه الضغط ضد المفكرين والسياسيين والمناضلين والحقوقيين لننفتح؟ لماذا؟ هذا حقي. أقول بأن لا ديست في المغرب لا دور لها. أنا ضد الشرطة السياسية، لا أقبل الشرطة السياسية في العالم العربي يا أخي. هذا رأيي. طيب،
وأنا أشكرك على تلبية الدعوة من جديد من الرباط، الأستاذ محمد زيان المحامي والمنسق الوطني للحزب المغربي الحر. وسنوجه حتى تكتمل الصورة مشاهدينا الكرام الدعوة لوزارة الداخلية أو أي ممثل عنها وزارة الداخلية المغربية حتى ترد على ما ذهب إليه ضيفي الأستاذ محمد زيان المحامي والمنسق الوطني للحزب المغربي الحر. على كل نشكره جزيل الشكر من جديد على تلبية الدعوة. على صعيد آخر، دائما في المغرب الهيئة المغربية لحقوق